لنجاح تكاثروا. أرجو التوضيح. محمد طلعت موسى حث على الزواج من أجل الذرية الصالحة، ونحن في هذا المقام نججب الحملة المسعورة التي تدعو إلى تحديد النسل والاقتصار على ولدين أو ولد وبنت أو بنتين، لأن الله قال في كتابه الكريم ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتعالى معي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث فيه على التكاثر لأنه سيباهي بنا الأمم. ويعقوب عليه السلام كان له 12 ولدا، يوسف وإخوته 11. وقال سليمان عليه السلام لأطوفن الليل على 100 امرأة، في رواية 60، في رواية 90، تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. رسول الله كم أولاده؟ رسول الله عنده فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم والقاسم وعبد الله وثم غير ذلك. عن أقل تقدير لأولاد رسول الله 7 أولاد. فهذه الدعوة التي تطالب بتحديد النسل دعوة منشأها دول الكفر، ونحن كمسلمين نعتقد في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعتقد في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعتقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال ثم يأتي الملك فيؤمر بكتب 4: كتب رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. فلا تسمعوا لهذه الدعاوى الداعية إلى تحديد النسل. بارك الله فيكم.